السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا في بغداد الحبيبة، بالتحديد شارع الرشيد. ملاحظة جدا بسيطة، وهاي رسالة إن شاء الله توصل للجهات المختصة. الرصيف أصفر وأسود، شنو معناته؟ ممنوع الوقوف والتوقف. واضح كلامي؟ شوف العلامة المرورية ممنوع الوقوف، وهي أساسا هاي ما تتواجد منها، يعني قليل 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 أشوفها. بعض الأماكن ألقى علامة ممنوع الوقوف والتوقف على رصيف أصفر وأبيض، فيرجى الالتفات لهذا الموضوع. احنا في شارع الرشيد، هذا العنوان الكبير في بغداد حقيقة صعب التاريخ. فمن هذا المنطلق هاي الملاحظات لازم أن تدقق، ويجب أن توضع العلامة في الرصيف الحقيقي. اكو تناسق لازم بين الرصيف وبين العلامة، هسه هذا خطأ، وهناك تناقض ما بين العلامة والرصيف. العلامة غير مطابقة للرصيف، إما أن يكون الرصيف أصفر وأبيض والعلامة حقيقة صحيحة، إما أن تغير العلامة تكون ممنوع الوقوف والتوقف. التقي أحد السواق ونسير على الرصيف. السلام عليكم، شلونك يا حبيبي؟ شنو لون الرصيف هذا؟ أسود أسود. شنو يعني؟ ممنوع الوقوف والتوقف. ممنوع الوقوف والتوقف. طيب هاي العلامة شنو؟ ممنوع الوقوف. ممنوع الوقوف. نعم. هل العلامة مطابقة للرصيف؟ لا، لازم شو يكون؟ لازم مطابقه احسنت، بارك الله بيك. مثل ما شاهدتوا هاي العلامه المفروض تطابق مع الرصيف مع سائقين المركبات. شكرا له على ثقافته الحلوه. فتقبلوا تحيات اخوكم ابو حسن العقيد جلال جبار، حياكم الله.